هدول هن أكثر منتجين عليهم أساطير وأقاويل، المايكرو نيدلينج رولا وزيت الخروع. يا ترى فعلا بيحسنوا من نمو الشعر عند الشباب والبنات؟ بعد ما ختيرت تقريبا وما ضل شعر على راسي صرت فكر بزراعة الشعر. بس يا أخي بالأخير بتعتبر هاي عملية جراحية فيها جراحة دم وتخدير، ولا إنسان بكره هاي الأمور وبخليها دائما آخر خيار ممكن إلجأ له. وطبعا هذا غير التكاليف البايظة. فبلشت أعمل بحث عن بدائل زراعة الشعر، وكان في بعض المنتجات هن الأكثر تكرارا وذكرا بين كل حدا بيحكي عن طرق تقوية الشعر. وهدول المنتجات هن المينوكسيديل، حبوب الفينسترايد، زيت إكليل الجبل الروزمارين، زيت الخروع، واخيرا المايكرو نيدلينج رولا. اولا المينوكسيديل بتركيز 5%، انا استخدمته لفتره 5 سنوات تقريبا ولحد الان بستخدمه، وبصراحه هذا المنتج فعلا شغال، وبعد فتره من الاستخدام بتلاحظ فرق في قوه وكثافه الشعر. ولكن مشكله هذا المنتج بعد اول استخدام لازم تضل تستخدمه طول حياتك، وكمان بيعمل قشره كتير ومشاكل تانية. ثانيا حبوب الفينسترايد، حسب ما قريت وسألت كمان بيعمل نتائج منيحة، بس الدكتور قال لي انه هدول الحبوب هن عبارة عن هرمون وممكن يعملوا مشاكل تانية للمستخدم، وكمان صعب تحصلها في ألمانيا، وإذا حصلتها غالي كتير. ثالثا زيت الروزمارين، أنا استخدمته لفترة منيحة، ولكن صدقا ما لاحظت أي فرق في قوة أو كثافة الشعر، ولكن ريحته حلوة وبيعطي لمعة حلوة للشعر. رابعا وأخيرا منتجين عليهم حكي كتير وأنا لسه ما جربتهم، وهن المايكرو نيدلينج رولا وزيت الخروع. المايكرو نيدلينج رولا عبارة عن جهاز فيه رأس دوار ومليان إبر، واللي بيعمله إنه بيعمل جروح صغيرة سطحية في الجلد، فهذا بيرسل إشارات للجسم بوجود جرح في الجلد، وبالتالي الجسم ببلش يفرز كولاجين ومواد تانية لشفاء الجلد، وبالتالي بيحسن من قوة وصحة الشعر. زيت الخروع زيت نباتي يستخرج من نبات الخروع، وله تاريخ طويل في الاستخدامات الطبية والتجميلية. على كل أنا ما بقى من غير بالنتائج الملموسة، لهيك اليوم راح يكون أول يوم لتحدي ل3 شهور من استخدام هدول المنتجين، والفيديو الجاي راح يكون النتائج الفعلية بعد استخدام 3 شهور. وبس بدأت التجربة.